الليريكا من أخطر المواد اللي ممكن تدمن عليها. خوتي ليريكا هذه نحن نهضروا على الحلويات اليوم، ماذا بيا كاع الناس اللي حتى اللي مدمن على ليريكا ولا اللي ماشي مدمن ولا اللي يحلوي دو طونزون طون من ذاك، ماذا بيا يشوف الفيديو هذا حتى التالي. اوكي هذا الفيديو ما راحش نحكم على حتى انسان، ما راحش نحكموا على حتى انسان، ولكن الظاهره هذه ما راهيش غير في شمال افريقيا، راهي في كل دول العالم. ليريكا بريغابالين. الليريكا اصلا ما هو ماده ادمانيه، اصلا هو دواء للاعصاب، دواء لالتهابات الاعصاب بيستخدموه اطباء المخ والاعصاب هنا اللي يكون ياكل ليريكا يقدر يحبس هنا الفيديو يقول لك واه خلاص ماشي دواء، ماشي مدمن، انا تبع معايا الفيديو. عباك كان نهضروا على دواء الاعصاب اخطر من انه نقولوا هو مخدرات، لانه دواء الاعصاب باش تشربه وانت ما عندكش مرض اعصاب، يعني هذا امر تبع معايا اخويا. انا شوفوا كاين واحد النقطه مهمه، ماشي انسان مدمن على مخدرات صافيك انسان سيء، لا وإنسان راه ممكن غارق في هذه الدوامه بسبه لونتوراج، بسبه الامور اللي كل واحد عنده في حياته، ولكن ما يعنيش انك راح تبقى فيها طول حياتك. هذه نبشرك باللي مادام راك تشوف هذا الفيديو راك رايح تخرج من هذه الدوامه ما شاء الله. حالات معينه. المشكله انه لما تستخدمه بتحس باسترخاء، لانه بيأثر على الجهاز العصبي عموما، بيخلي كل أعصابك مخدرة، يعني زي اللي بياخد مخدر على مدى 24 ساعة. احنا بنعطي المريض اللي يدخل عملية جراحية مخدر يدخله في حالة غيبوبة عشان نقدر نفتح بطنه ونسوي له عملية جراحية. انت قاعد تاخد مخدر يخليك مخدر 24 ساعة. احنا يا شيخ احنا ما نقولوش مخدر، احنا نقولوا راني طاير. هذه يعني الوصف تاع النشوة تاع ليريكا احنا عندنا. يعني مشكلة انه حبة بعد تفيد تحتاج حبتين، بعد كم يوم حبتين. انا قسما بالله نعرف ناس يقدروا يدوا حتى 5 6 7 8 في نهار نورمال والله. وخوتي المشكلة ماهيش غير عند الرجالة، راهي عند النساء كذلك. باش نقول لكم هذه حاجة مليحة، ما راهيش حاجة مليحة، باش ما نكذبوش على رواحنا. عندها اثر عليكم، اجل عندها اثر عليكم، تقدر تاثر على حياتك، على حياة والديك، تقدر دير بزاف امور ماشي مليح. تبع فارماسي ويقول لك بريغابالين دو بالسيناتور او المشمع بالمصطلح العام. كانت بريغابالين فارماسي يعني كاين بزاف اللي يتخطاها، يقدر يتخطاها. بصح دو بالسيناتور هذه انا لدرك عندي فضول تجاهها. طونجي فكره البيولوجيست يشرحوا لك عمل ليريكا، ولكن لازم نعديو بها شرح ايضا عمل ليريكا، لازم اوبليجي. فليريكا هي كما يقولوها مخفض الالم، الاطباء اللي يوصفوها لتخفيض الالم. فيبدا يصير السلوك القهري اللي هو اللي نكونسومي باش نرجع طبيعي. ايوه تبقى الدائره هذيك الصيروره. الادمان ممكن اي انسان يقدر يصبح مدمن، اي انسان. اول قاعده لا نعالج الادمان. خوتي المشكله انه هذه ليريكا كي تاكلها اول مره ما راحش تحس بشعور شباب كيما الدخان نهار تتكيف اول مره ما راحش تشعر بشعور شباب، يعني ما راحش يعجبك الجو تاعو، ما راحش تكون فيه نشوه كبيره. راك فاهم علاش الانسان يبقى يدمن؟ درت لكم فيديو مفصل على هذا الكلام. علاش شوف انا نظن بلي هذه المخدرات الى اخره عندهم علاقه مع الشيطان. الانسان اللي يكون طاهر ويحاول انه يزاحم هذه الادمانات بالصلاه راح ربي سبحانه يوفقه ويبعده عليه. اما الانسان اللي يبقى مثلا على جنابه، يبقى مثلا تحت تاثير الخمر، ما يغتسلش. خوتي تعلموا الاغتسال، طريقتنا احنا تعلموا الاغتسال في الاسلام. اغتسل، روح دوش، اغتسل. كاين يقول لي دروك يقول لي ما كاش الماء. خوتي ما نهضرش على هذه الامور باسكو بعد نهضر لكم علاش ما نهضرش على هذه الامور. المهم خوتي عندها علاقه مع الطهاره والله العظيم. روماركيها في نفسك. نهار اللي تكون انسان هكا مغتسل، راح تصليت في الجامع بيان، تهضر بيان بلا تاثير تاع ذاك، راح تكون بيان، راح تكون انسان فيك النور في وجهك والله العظيم. مع الوقت راح يدير لك تحطيم ذاتي جسماني مش طبيعي كرجل او كمرأة، ولكن كرجل راح يدير لك تحطيم مش طبيعي، لانه مع الوقت راح يصير لك تبول اللا ارادي، وراح يصير لك احتقان في المسالك البوليه، بالتالي تعود ماكش قادر تقوم بوظائفك العاديه. العضو اللي كنت نورمالمون تستخدمه في عده استخدامات راح يولي حتى للتبول وما تقدرش تقوم به بهذه الوظيفه، لانه للاسف انت حطمته. راح تولي انسان شيخ او عجوز قبل وقتك، راح تعيش حياه الشخص اللي عمره 60 سنه مع انه عمرك 20 سنه. والمشكل والامر انه كل هذه الظروف اللي راح تعاني منها انت السبب فيها،
مش شيء من عند ربي او مرض او شيء، لا. خلاص معليش، مادام انت السبب فيها انت كون راجل وخرج منها. لكن نعرفوا باللي حنايا كما يقول لك احنا المسلمين نورمالمون، واذا نتكلموا على الجزائريين عندنا هذيك العزه تاع النفس، هذيك تاع ما نرضاوش، راك فاهم؟ دونك ما ترضاش اخرج منها كما دخلت منها، اخرج منها. وماشي عيب تروح تطلب يعني مساعده من عند طبيب مختص في هذا الامور، يعني يعالجك من هذه الامور، لانه صراحه الدواء صعيب باش تخرج منه. ماشي صعيب، ماشي مستحيل، ممكن انك تخرج منه. لازم لك العقليه تاعك تكون فور، وخاصه ما تبقاش يعني كما يقول لك دير غوفوج لهذه الامور لما تكون زعفان. لا بالنا باللي كان الناس عندهم مشاكل الى اخره. ممكن يكون عندك امور يعني صعبه، تقول انا اليوم ما لازم نطرطق راسي، اليوم راني رايح نديرها في راسي. هذه لا بدلها هذا، تقول اليوم انا راح نحط راسي في السجده، ما راحش نرفد راسي، راح نفريها في السجده، نحكي كل شيء ربي سبحانه. فاهم شغل؟ قلبها برك تقلبها اسبوع، اسبوعين، 3، والله غير مليحه، قسما بالله غير مليحه. علاه دروك انا كاني نهضر معاك، انا اعزائي المشاهدين مانيش نهضر مع انسان واحد، نهضر بصفه عامه، لانه هذا المشكل راه كاين في بزاف بلدان، راك فاهم؟ ولكن كاني نهضر انا، ماشي انا انسان باغفي، حتى انا عندي امور ماشي ملاح، بالك نغلط فيهم في حياتي، بالك راك فاهم؟ ما كاش انسان يدير امور كلها مسطره، ولكن النصيحه في الدين تاعنا ماشي عيب. وفي نفس الوقت ما رانيش ننصح انسان هكا قدام كاع الناس نبهدل فيه، راني نهضر ونعطي لكم بكلام الاطباء والمختصين انه هذه ليريكا راهي فيها تاثير سلبي 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 بزاف. انت تعيش في فتره شبابك واحد السنوات هكا محلوي، راك فاهم؟ راني طاير شفتو تعجبك هذيك تاع نهضر مع مدام الو والله راني طاير، ما نديهاش فيك، انا راني طاير لي، راك فاهم؟ نعرفوا هذه خوتي. انا عندي حبابي عندي ناس نبغيهم، قسما بالله ناس نبغيهم في الله، على بالي باللي يكونسوموا هذا المخدرات، على بالي انا هنايا كيفاش نقول لك نتمنى لهم الشر، ما نتمنى لهمش الشر، لا غالب نبغيهم خوتي كيما خوتي، ندعي لهم بالهدايه والثبات ان شاء الله، نبقى وراكم حتى كيما يقول لك ربي سبحانه يثبتكم على الطريق الخير ان شاء الله. على بالي باللي راح قاعد تخرجوا منها، حتى انت تشوف هذا الفيديو بالك تشوف فيه محلوي، بالك لي 2 حبات 3 حبات 4 حبات، راك فاهم؟ اتقوا الله ورجعوا الله عز وجل، هي الطريق الوحيده اللي حتسلككم. صاحبوا الناس اللي يدوكم طريق الله عز وجل، باسكو هذه ليريكا تديكم، راك فاهم؟ واللوم الاغاني تاع الراي. عباك دي فوا تسمع اغنيه تاع الراي انت ما تكونش تاكل ليريكا تروح تبغي تاكل ليريكا تروح تبغي، راك فاهم؟ ما تكونش ضعيف، ما تخليش اغاني تاع الراي ياثروا فيك. ولكن المغنيين هذو اللي يهضروا، راك فاهم؟ جيني لاصقه شاب جليل الله يغفر له ان شاء الله، شاب جليل انا ندعي له بالهدايه، ما ندعيلوش بالشر، راك فاهم؟ كاع لي شونتور هذو ما ندعيلهمش بالشر، ولكن اتقوا الله في نفوسكم، راكم تقيسوا الناس على لسانهم. بلا ما نهضروا على، راك فاهم؟ بلا ما نهضروا على لي زيفي اللي بزاف يعني عندهم علاقه مع الهرمونات الى اخره. علاج طبي، لكن بعض الأشخاص بسبب استخدامهم السيء قد يدمنوا عليه. أصلا بعضهم ما يحتاجوا لكن أدمن عليه. إذا ما كنت متابعني يشرفني أنك تتابعني. معك أخوك دكتور والله العظيم غير كارثة. أول بيب لا ديبوندونس، معناتها الإدمان عليه سريع جدا. au bout de deuxième troisième prise راك باش يولي عندك أعراض انسحاب، سندروم دو سوفراج، وأعراض الانسحاب نتاعو شبيهه باعراض الانسحاب تاع الهيروين ولا لي زوبياسيل الاخرين. معناتها تعرف كي نتكلموا على الفنتانيل ولا نتكلموا على الهيروين، راهي من اقوى المخدرات. باش غير نقول لكم برك بين قوسين الناس اللي ما يعرفوش، الفنتانيل ولا المورفين. شنو الاحساس اللي يحسوه؟ اول باب التوتر والقلق والاكتئاب هذوكم. كان عندي صاحبي عندها سنوات، خوتي انا عندي سنوات ما تلاقيتش بواحد صحابي كان لو كان ما يكونش يعني تحت تاثير المخدرات ما يقدرش يتكلم في المجتمع، ما يقدرش يواجه المجتمع. انت خواف، ماكش خواف، انت راجل، راك فاهم؟ تقدر تواجه المجتمع وانت صاحي عادي، وتعيش في المجتمع وانت صاحي عادي. وفي نفس الوقت احسب شحال، خاصه المدخنين، نتكلم عن المدخنين اللي يديروا قروات اللي كيفوا، راك فاهم؟ احسب شحال كونسوميت دخان دراهم في 2025 اللي فات هذه السنه. اباك تحسب تصيب واحد المبلغ يقدر مثلا تقدر تستثمره في الفضه ولا في الذهب، راح
كما يقول لك تتكلى عليه في مره مثلا الوالده تاعك تحتاج دراهم باش دير عمليه، باش تداوي، باش تعالج، تبغي انت تشري مش عارف انا امر للدار، راهو جا عيد كبير، راهو جاك، فاهم؟ والله العظيم يا خوتي غير ماشي سهل الادمان، ماشي سهل، صعيب، ولكن كاع قادرين يخرجوا منه ان شاء الله بدون استثناء. هذه يا خوتي، ما نطولش عليكم الفيديو بزاف، بارطاجوه لكي تعم الفائده، لانه هذا الفيديو فيه فائده ومنفعه على ظاهره راهي منتشره بشكل كبير جدا. ربي يتوب علينا ويغفر لنا ان شاء الله. السلام عليكم خوتي.